السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني شكر الناس مش مجرد أدب، ده عبادة. لما تقول لحد ربنا يجازيك خير، أو شكرا إنك كنت جنبي، أو ربنا يبارك لك ويرضى عنك ويسعدك، الكلمات دي بتطلع للسما وبتدخل السرور على قلب اللي قدامك، بتحسسه إن تعبه اتشاف وتقدر، وربنا بيبارك لك فيها وبيكتبها في ميزان حسناتكم انت وهو معا. اشكر اللي ساعدك واللي وقف معاك، حتى اللي قالك كلمة طيبة أو ضحكة في يوم كنت فيه متضايق. اشكر بابتسامة، بدعوة، بكلمة حلوة. الامتنان مش بس بيسعد اللي قدامك، ده كمان بيطهر قلبك من الغل والنكران والحسد، وبيخليك تشوف كل الجميل اللي حواليك بدل ما يتنسي، وبيخلي فيه علاقات طيبة سليمة نقية. قول دايما: اللهم اجزي خيرا كل من علمني وساعدني ووقف معي، حتى لو بلحظة أو كلمة أو ابتسامة. خليك فاكر كل مرة بتشكر فيها إنسان، ربنا بيكتبها لك في ميزان حسناتك كأنك شكرته هو بالظبط. وتعلم تكون ممتن لربنا وللناس، وابعت الكلام ده لكل اللي تعرفهم. خلينا نتعلم نقدر بعض، ونقدر نعمة ربنا علينا، ونعمة وجود ناس في حياتنا قبل ما نفقدهم. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.